نعمل ديagnostic اسكو عندي غفلو ولا ما عنديش. اوكي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الاكثر عبد تكلفي انه يكونفيرم لو ديagnostic والا لا هو البيدياتر. استشاريه الرضاعه جست باش تلم معاك لي سيني اللي انت باش تقولهم لها وتحاول توجهك ولا تعطيك دي التيرناتيف يعاونوك شويه للتعايش مع هذا الوضع. اذا كان ما فماش حلول وقتها نتوجهوا للبيدياتر يزيد يعطينا معناها مش كل ترجيع حليب راهو غفلو. صحيت على خاطر العادي جدا انه كي يرضع ما يقول لك هو تحطوا شويه حتى يتقرع توقفوا هكا تريث. صحيت. مع هذيك كان رجع شويه عادي، هذيك حاجه عاديه. هذيك كما نقولوا لو سور بلو اللي خذاه هو باش يرجعوا اصلا حتى الشكل نتاع معدته في البيريود الاولانيه يخليه الحاجات الزايده الكل ينجم يخرجها. اوكي. باهي قلنا احنا الترجيع عادي طبيعي حتى للعام. الوقتاش نتقلق انا ونقول اللي صغيري عنده مشكله وقت اللي يبدا يبكي في بكاء ما يسكتش كيف ما البكاء يبكيه وقت اللي عنده احنا نقولوا يبكي عنده غاز. هو ينجم يكون يبكي عنده غفلو مش عنده غاز. الحليبه ما خرجتش الزايده دونك تقلقوا. صحيتي اما واحله اما تحرق فيه في اللوزوفاج نتاعو في المريء نتاعو. مرات الحليب بالاسيديتي نتاع السوك غاستريك نتاع المعده معناها يولي فيه اسيديتي معينه كي يرجع اللي هو اللوزوفاج نتاعو يولي يحرقه يولي يبكي يولي يتسكك. انت مثلا سيندي صغيره باش تفرق ما بين القلق اللي تابع لكوليك هما راهم يشبهوا لبعضهم. اذا كان فما غفلوره وفما كوليك كوليك هما مربوطه ببعضها. صحيت على خاطر كله تابع الفيرمونتاسيون نتاع الحليبه في كرشو معناها. اي دونك قلنا اذا كان يبدا يتسكك اما سورتو يتقلب لك التالي هكا معناتها هو يرضى يعمل هكا يولي ميل التالي ما عادش انت يكون في بوزيسيون نورمال يرضى يولي تحسه يعمل شكله كالقوس من تالي في ظهره هذيك والا يبدا شدد زر امه ويبدا يجبد فيه التالي ويوخر في راسه هكا. ما تخليهش وقتها. اي بيان سور ما تخليش هي معناتها تحطه في البوزيسيون الصحيحه ما تخليش صغيرك هكا. صحيت باش نقول لها شنو تعمل هي وقتها. اما سورتو كي تشوفوا اخكي ولا كي تشوفوا يعمل راسه هكا وقتها هي بيدها تخمم اللي هو ماهوش قاعد فما حاجه قاعده تحرق فيه من داخل تولي تحاول تتعامل مع البوزيسيون تاع الرضاعه. قلنا البكاء اللي ما يسكتش وزاد البكاء يولي فيه صوت نتاع بحه هو على خاطر تيلمون بكي. وثاني حاجه على خاطر كيما قلنا اكلاسيديتي نتاع الحليب وهو يرجع تخلي لوزوفاج نتاعو ديما ايريتي ديما ملتهب يخلي الحبال الصوتيه تعمل تلتهب يولي حتى هو يبكي بالبحه. تحسوا زاد فما صغار يمرضوا على بكري بالليزانجين ولا يقول لك عنده لارنجيت وانجين وهذوكم الكل. هذيك حاجه اخرى من الحاجات اللي تخلي اللي جايه من انه الحليب كيف يرجع بالتوالي يخلي التهاب في البلاصه هذيك نتاع المريء تخلي الصغير لي بكتيريا يسقلوا اكثر يولي يمرض اسرع. صحيت. زاد تنجم تحسوا يشرق يبدا هو قاعد تشوفوا في فرشه معناتها هو نورمال تشوفوا شرق ولا تشوفوا حمار ولا هكا يتسكك. هذيك زاد حاجه تحاول تهزو تقيمه ينجم يكون كيف عنده حاجه في الغفلو. راهو الغفلو مش بالضروره يخرجوا يردوا مرات فما غفلو يطلع لهنا ويعاود يهبط ما يخرجش. هذيك يقلقوا اكثر كي يخرج بالعكس كي يخرج امه باقي ابرك اما الاخر يقعد يحرق فيه مسكين. والام كي يبدا بيبي صغيرون ما تنجمش تفيق. كان ما هكا تحاول توا باللي يعرفش يقولوا هي ما تنجمش تفيق به الا ما يرجع الحليب. صحيت. هنا نحن تو باش نوعيوهم شويه باش يوليو يروبيريو هذوكم لي سيني اللي فيهم هما يمشيو يطلبوا المساعده ويسالوا طبيبهم. باهي وزاد فما حاجه اخرى تحس خشمه ديما مسكر ويخشخش حتى كان هي منظفته بالفيزول في وقت الرضعه تبدا تسمع فيه يشخر. فما صحيت كانه يشخر في وقت الرضعه يكون خشمه نورمال هو كي بدا الرضعه. اما افيغ مزور يقدم في الرضعه تولي تسمع فيه الخشخوشات هذوكم زاد كيف تخمم اللي هو خاطر الحليب يبدا راجع فما حليب هابط يبلع فيه وحليب راجع بالتوالي. تخيلك نقطة الالتقاء هذيك هو فيها شنو يحسن صغير. صحيت. وقتها باش يولي يتسكلها ويجبد هكا ويوخر راسه التالي وكل. هي وقتها تحاول ما تعطيش الرضعات الكبار ترضع بشويه تقسمها معناتها الرضعه. نزيد نفسر من بعدك شنو الحلول اللي لازم تعمل. الصغير المشكله فما صغار كي تقصلوا انت على الحليبه يولي يبكي يبكي وهو متقلق ويصيح ومحروق. وانا قاصه على الحليبه وما تقعد لي في كرشه وما يردها ليش خير من اللي هو يبكي وهو من بعد يرجعه لي الكل. معناها حتى كي يبكي انت ما تتقلقش وما تعطيهش. صحيح تحاول هي تكونسوليه معناتها تحاول تريضه شويه. هي اصلا غيان كو الصغير اللي عنده الغفلو راهو بالعكس غيان كو هو يكون في بوزيسيون اللي نرضعوا بها احنا سختو هذه العاديه وهي تقيمه هكا راهو بالعكس باش يرتاح شويه مش باش يبكي برشا معناتها. تحسها حتى كان قاعد يبكي البكيه تنقص الانتنسيتي نتاعها. فهمت. به وفما حاجه اخرى زاد انا مرات لازم نفرقوا
ما بين ليبرلاكتاسيون والاوفر فيدنج، معناتها هي ترضعوا اكثر من اللازم، خاطر احنا في تونس يسمعوا يبكي يقول لها اعطيه ترضعوا، فهمتي؟ نجم يكون بالحق هو صدره يبكي يعطي ولا حلي. اي صحيح، هذاك ينجم يكون اوفر فيدنج مش غفلو، معناتها هي ترضع فيه اكثر من حاجته، هذاك الكل باش يرجع، ما ينجمش يخليه في كرشه باش اصلا هي باش تعمل في التوسعه لين يوصل حد ما عادش ينجم، خاطر حليبه امه ديما حتى كان تعملوا توسع نتاع معده مش كيف ما حليب الحك، باقي ديما ابرك على خاطر ديما سا ديبون من المصه نتاعو هو، هذيك الحاجه الباهيه معناتها. سيني صغير نجموا نفرقوا به اذا كان احنا في الليتاب نتاع الاوفر فيدنج معناتها نرضعوه اكثر من اللازم ولا لا. كي تبدا الكاكا تكون لاباس لونها اصفر عادي، اما بعد تولي مستخضره وفيها كل ميكوس هكا وتحسها فيها كل موس، هذوكم تمشي تخمم اللي صغيره قاعد ياخذ ياسر في الفاز اللي فيها برشا سكر من حليب امه، تحاول ما عادش تعطيه شويه منه وشويه منه شويه منه شويه منه، تطول في الرضعه نتاع كل صدر وحده، تتسمى بلوك فيدينغ، معناتها تشد صدر واحد ترضع منه برشا، معناتها هو خذيته وبكى تقلق بكى خلينا هي يرتاح هكا 20 مينوت 10 مينوت هذوك، تعاود ترجعوا لنفس السان، ما تهزوش للسان الاخر اللي ما مستوش اللي هو مازال معبي وفيه الحليب اللي فيه السكر. علاش؟ على خاطر ما هي اعطته المده الاولى المره الاولى الحليب اللي فيه احنا قلنا سكر مي بعد نمشيو في الفاز نتاع الدهنيات هذوك اللي حكينا هكاك افيغ مزور هي تقدم في الكونسنتراسيون نتاع الدهنيات في وقت الرضعه نتاعها، كيما نقولوا الحليب باش يثقل شويه ويولي الديبي نتاعو اقل سرعه، اكل لو طون اللي هو هبط ما عادش نخلطوا برشا فك الكونفلي ما بين الرضعه اللي باش ترجع بالتوالي معناتها باش تخرج من معدته كانوا باش يردها والاخرى اللي قاعده تدخل. هذاك الهدف اللي احنا حشنا به باش نخليو شويه وقت لمعدته باش تسيميل ياك الدخله نتاع الحليب. والام ما تتقلقش كي تقعد تعطي الحليبه من صدر واحد؟ لا بالعكس حاجه باهيه هذيك حاجه تستيمولي صدرها، اذا كان هو نقول احنا رضاعه من صدر واحد ورقد مده طويله جونغ ساعتين هكاك تولي هي جوست الثدي اللي بس تعملتوش تمشي تفرغوا بالتيغلي وكا باش ما نطيحوش في واحد يخطف اكثر من واحد اللي حكينا عليها المره الاخرى. فوالا فهمت هذه حاجه مهمه. باهي توا شنو نعملوا عمليا مع الارتجاع، معناها اكثر حاجه رانا نخدموا عليها هي لي بوزيسيون داليتمون، خاطر غيان كو هذيك انت كي تخدم عليهم نجم ترتحوا برشا، فما بوزيسيون باهيه برشا اسمها ابرايت بالانجلي معناتها عباره باش ترضعوا كاينه واقف. فهمتك. كيف تشد هي صغيره هكا وترضعوا تحاول يديها يشدوا له مراوذنيه هكا من هنا بالكدا، وكيف تعطيه يرضع ديما الثدي نتاعها باش ندور هكا شويه ديما الثدي نتاعها يكون هابط في الديريكسيون نتاع البالي نتاعو باش الحليبه كيف تهبط اولا بالشده نتاع فمه هو كحركه الامتصاص تخلي فما مصه وفراغ، الفراغ هذاك يخلي الحليب يهبط تدريجيا الكش صغير مش فرد ضربه يجيب له ردي. اوكي تخلي الحليب يهبط تدريجيا معناتها في معدته في مصارنه من غير ما يهبط اون بلوك، خاطر الهبطه اون بلوك هذيك هي اللي تخلي الحليب الاخر يرجع بالعكس ويولي صغير يتسكك ويقص لها على الرضعه. كي تشدوا هي في الابرايت معناتها غيان كنت تستويه ظهره يبدا مستوي، ساقيه تحاول تحلهم هكا شويه ما بين ساقيه والا حتى هكا ما يسالش معناتها، وهذا حتى لو بيبي نتاع العمر الاولاني صغار هكا بالعكس ويبدا مازال صغيرون برشا يقعد برشا يحبها البوزيسيون سورتو كان هي مالت للتالي هكا شويه باش هو الوزن نتاع كرشه يمشي على الوزن نتاع كرشها، وحركات التنفس نتاعها باش يعملوا له مساج على كرشه من الداخل كيف حتى هو يعاونوا شويه فك الحركات المعويه نتاع الغفلو والحلايبه تهبط بالشوي. سورتو الابرايت بوسيجن تنجم تعاون برشا. بحق الام مسكينه هي اللي تعبه في الحكايه برشا. انا ديما نقول انا استشاريه رضاعه على خاطر الامهات خاطر يوم يبداو لاباس رضاعه تمشي لاباس وصغار ما يمشي لاباس، والا اذا كنت تحب تشدوا في البوزيسيون تاعنا العاديه تحاول ديما تخلي راسه اعلى من ساقيه وديما الكل متلفت لها هي هكا معناتها اكل الديفيرونس ما بين راسه وكرشه يبداو كل واحد متلفت في شيء هذيك حاجه اخرى تقلق اللي كتقلقوا تخليه ديما وزنه وكتفه وساقه متلفتين ليها وديما راسه اعلى من ساقيه معناتها هي تحاول تشد دو تيل سورت بيان سور ما تحطش الكود نتاعها خاطر كيف باش تعملوا رقبته هكا كيف نرجعوا في نفس المشكله تحاول تشد دو تيل سورت اللي راسه ديما منحني راسه مستوي ورقبته مستويه صحيح. ونحاولوا نقسموها الرضعه على فترات صغيره، نرضعوا شويه ونخليه يرتاح، نرضعوا شويه ونخليه يرتاح من نفس الثدي لين نحسوا فراغ وقتها نهز الثدي الاخر. ونحاول كيف نكمل الرضعه بعد كل رضعه ورضعه نقعد 20 مينوت على الاقل كان مش اكثر شويه وهو واقف
واستعمال السلينج ولا لي شارب دو بورتاج، هكا الامهات اللي يحطوا صغارهم فكا لي شارب هذيك هما واقفين، حاجه اخرى تعاون على الاخر مع الغفلو، على خاطر فكا لي بوزيسيون وهو واقف كيف مش باش ينجم يرد في صافيته، وفي نفس الوقت التنفس نتاعها باش يعاونوا هو في الحركات هذيك. فوالا. اي واخر حاجه واخر حاجه اذا كان هذا الكل ما عطاش افي، وقتها راهي باش تتجه للبيدياتر، خاطر فما دويات ينجموا يعطيوهم لهم باش يعاونوا على الاسيديتي. حاجه اخرى اخيرا نحب نقولها، فما حاجه اسمها ستينوز بيلوريك اللي هي حتى هي يجي فيها الصغير يرجع، اما يرد كاريمون، مش يرجع شويه بركه، ردين معناها، ويمشي بالبروجيكسيون معناتها تكون هي هوني صغيرها الردين نتاعو يمشي لبعيد معناتها بالاندفاع. هذيك حاجه تمشي على خاطرها البيدياتر ما تستناش، لازم فيها اكزامان بيدياتريك باش يعاونها. يعطيك الصحة. ميرسي رانيا، ميرسي رانيا سوفي، ان شاء الله نهارك زين، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. باش نمشيو ناخذوا التليفون اللي باش يربح بيه الكونت بعد شويه، بيان سور بعد شويه ناخذوا تليفون. يلا